السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي من دول المانجا حلوة جدا، فهنعمل بيها النهاردة حاجة حلوة وسهلة وبسيطة جدا. هنعمل النهاردة موس المانجا، بيبقى سهل وبسيط وكمان مكوناته بسيطة. المانجا زي ما انتم شايفين احنا بنقشرها بس ونشيل البذرة بتاعتها النهاردة هضربها ممكن بالخلاط، ممكن بالبلندر زي ما انا عاملة كده. هنعملها شوية علشان تبقى سهلة، ممكن تضربها بالمضرب. بصوا خلاص هي نعمت بقى، ممكن احنا كمان نستسهل ونعملها في المضرب، هتبقى حلوه جدا برضه. نحطها بقى في حله كده، وبعدين بسم الله ممكن الجزء اللي فاضل ده نحط له حبه ميه صغيرين، يبقوا صغيرين خالص، ونكمل بيهم المانجا. وهحط لها نص كوبايه من السكر، طبعا التحليه بتاعتنا على حسب كل واحد ما بيحب الحاجه حلوه قد ايه. وهحط نص كوبايه من النشا ده في البدايه، وبعد كده انا هحط لها كريمه النهارده علشان تبقى طعمها حلو جدا. فهقلبها بقى تقليبه حلوه كده بالويسك بتاعنا على طول. هقلب بقى الخليط حلو، لازم ندوب النشا الاول على البارد قبل ما نرفعها على النار. هدوب النشا، بصوا بيبقى فيه ساعات زي كتل صغيره كده، نحاول ندوبها حلو. لو ما دابتش حتى بالويسك ممكن بالمعلقه، او ممكن نروح مدينها ضربه كده بالبلندر لو ممكن. وهرفعها بقى على النار، هقلب فيها بقى. انا دلوقتي هعلي عليها النار، وهفضل اقلب فيها طول ما هي على النار علشان النشا ما يلزقش. هفضل اقلب فيها وهستنى شويه، وهحط بقيه الحاجه اللي احنا هنحطها على الموز بتاعنا. وانا بقلبها كده هحط لها معلقه من السمنه، برضو ممكن زبده، وهنقلب برضو فيها تاني. شايفين؟ بصوا بدات تلف زي المهلبيه بالظبط. انا عايزاها تقيله سنه. هضيف لها بقى دلوقتي الكريمه، بس افضل نرفعها من على النار، هديها بس ثانيتين كده وبعدين هبصوا ايه. هضيف لها نص كوبايه من الكريمه الخام اللي من غير سكر، وهقلبها على طول. هي سخنه ما تخافوش، هتبدا تتمازج مع الموز بتاعنا، بس بسرعه بسرعه نبدا نقلب فيها. هتحسوا ان لونها اتغير شويه، وبعدين ترجع لون المانجا الطبيعي تاني. بس الكريمه دي بقى مع قطعه الزبده او السمنه اللي احنا هنحطها بتديله طعم حلو جدا. ايه رايكم بقى النهارده في الوصفه الجميله اللي عملناها مع بعض؟ المانجا موجوده لي من دول. المانجا دي نعومي حلوه جدا بالنسبه للوصفات بتاعه الموس، عشان كمان بتبقى حلوه في التقطيع. ممكن نعملها ونخليها عندنا في الفريزر، نعمل منها الوصفات الجميله دي ونعملها للولاد، هتبقى حلوه جدا وهترطب عليهم. ارجو ان هي تعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.